عمرك فكرت إن غلطة واحدة ممكن تغير حياتك للأبد، وإن كلمة قلتها وإنت صغير تفضل تطاردك لحد ما تكبر؟ حكايتنا النهاردة عن إنسان اكتشف متأخر جدا إن أصعب حاجة في الدنيا دي إنك تأذي حد كل اللي كان نفسه فيه إنه يعيش زي بقية الناس. ده هو إيشيدا، طالب في المرحلة الابتدائية، ولو في حاجة تميزه عن أي حد حواليه فهي إنه ما بيحبش يقعد ساكت، طول الوقت بيجري وبيلعب وبيعمل مقالب، ولو الفصل كله هادي فهو أول واحد هيقلب دوشة. كان محبوب وسط أصحابه وده خلاه يحس إنه مركز اهتمام الفصل كله، وكانت حياته ماشية بشكل طبيعي جدا لحد اليوم اللي دخلت فيه طالبة جديدة للفصل، بنت هادية بشكل غريب وماسكة في إيدها دفتر صغير طول الوقت. المعلم عرفها للطلبة وقال إن اسمها شوكو. شوكو شرحت إنها صماء، يعني ما بتسمعش وكلامها كمان بيكون صعب، وعشان تتواصل مع الناس كانت بتستخدم لغة الإشارة أو تكتب في الدفتر اللي معاها. في الأول الطلبة كلهم كانوا فضوليين، كل واحد عايز يعرف هي بتتكلم إزاي أو حتى بتسمع إزاي، وشوكو بتحاول بكل اللي تقدر عليه إنها تقرب منهم. كل ما حد يكلمها تبتسم وتفتح الدفتر بسرعة. كان واضح جدا إن كل اللي نفسها فيه إنها تبقى زي بقية العيال، تضحك معاهم وتتعرف عليهم ويبقى عندها أصحاب. لكن إيشيدا كان شايف الموضوع بشكل مختلف. في البداية كان مجرد فضول، لكن مع الأيام بدأ يحس إن كل الاهتمام اللي كان متعود ياخده بقى رايح للبنت الجديدة، والحاجة دي ما كانتش عاجباه، فقرر يبدأ يهزر معاها بطريقته المختلفة. قلد طريقة كلامها والعيال ضحكت وهو فاكر إن اللي بيعمله مجرد هزار عادي، لكن الحقيقة إن التنمر عمره ما كان حاجة بسيطة، دايما بيبدأ بحاجة صغيرة، ضحكة أو كلمة أو حتى هزار تقيل، وبعدها يكبر واحدة واحدة لحد ما يسيب أثر كبير. وشوكو كل مرة يحصل فيها كده كانت بتبتسم. الابتسامة دي كانت بتوجع أكتر من أي دمعة، لأنها كانت بتحاول بكل قوتها ما تخليش حد يحس إنها زعلانة، وكأنها كانت بتقول لنفسها يمكن لو استحملت شوية كمان هيقبلوني. بس اللي حصل كان العكس تماما. مع كل مرة إيشيدا يضايقها حد يضحك عليها، لحد ما إيشيدا ما بقاش لوحده، الفصل كله بدأ يتعامل مع شوكو بنفس الطريقة. ودي من أكتر الحاجات اللي موجعة فعلا، لأنه ورالك إن التنمر مش لازم يكون من شخص واحد، أوقات كل اللي بيحتاجه إن حد يبدأ والباقي يكمل. وشوكو كانت كل يوم تدخل الفصل بابتسامتها وتخرج منه وهي شايلة وجع أكبر من اليوم اللي قبله، ورغم كل اللي كانت بتتعرض له ولا مرة اشتكت ولا مرة رفعت صوتها ولا حتى حاولت ترد على أي حد. دي كانت من أكتر الحاجات اللي تكسر القلب، فهي كانت بتحارب لوحدها، ومع كل يوم يعدي الأمور كانت بتسوء أكتر وأكتر. وإيشيدا ما يعرفش إن الضحكة اللي بيضحكها دلوقتي هتكون هي السبب في إنها تقلب حياته كلها. في الأول شوكو كانت بتحاول تستحمل، كل يوم تروح المدرسة وهي بتقول لنفسها إن النهاردة أحسن من امبارح، لكن للأسف كل يوم كان بيبقى أصعب من اللي قبله. إيشيدا ما بقاش يكتفي بالهزار، فالتنمر بقى جزء من يومه، بقى في مرة يشدها، في مرة تانية يضايقها ويتعمد يحرجها قدام الفصل، وكل ما يعمل حاجة العيال تضحك، وده كان كفاية بالنسبة له إنه يكمل. لكن المشكلة إن شوكو ما كانتش مجرد بنت صماء، فهي كانت بتلبس سماعات طبية عشان تساعدها تسمع ولو بنسبة بسيطة، ولكنها كانت غالية جدا. بس بالنسبة لإيشيدا هي كانت مجرد لعبة صغيرة، بقى يشيل السماعات من ودانها ويرميها، وأوقات حتى يكسرها، لحد ما في مرة شدها جامد لحد ما ودانها اتجرحت وبدأت تنزف بشكل كبير جدا. مشهد صعب بجد، لأنه لأول مرة تبدأ تشوف إن الموضوع خرج من مجرد هزار عيال. وشوكو ولا مرة اشتكت، إنما ماماها فبدأت تلاحظ إن السماعات بتختفي واحدة ورا التانية، وكل شوية تضطر تدفع فلوس كتير عشان تجيب غيرها، لحد ما الموضوع وصل لإدارة المدرسة وبدأوا يحققوا في اللي بيحصل. وفي اللحظة دي إيشيدا كان فاكر إن أصحابه هيقفوا جنبه، ما هو طول الوقت كانوا بيضحكوا معاه، واوقات كمان كانوا بيتنمروا زيه بالظبط. لكن اول ما التحقيق بدأ كل واحد رجع لورا، بل والأسوأ من كده بدأوا يحملوا كل المسؤولية لإيشيدا. إيشيدا هو اللي كان بيعمل كده، احنا ملناش دعوة، هو اللي كان بيبدأ، هو اللي جرحها، هو اللي كان بيكسرها في كل يوم تيجي فيه. الواد اللي كان دايما محاط بأصحابه بقى واقف لوحده. يمكن إيشيدا غلط وغلطه كان كبير، لكن اللي حصل بعد كده خلاك تشوف وش تاني للتنمر، لأن نفس الناس اللي كانوا بيضحكوا
ويضحكوا معاه بقوا اول ناس يرموا اللوم عليه. والخبر ده وصل لوالدته. اول ما عرفت اللي ابنها عمله سحبت كل فلوسها وراحت بنفسها لأم شوكو واعتذرت لها ودفعت ثمن السماعات اللي ابنها ضيعها. انما إيشيدا فبدأ يدفع ثمن افعاله. الطلبة بقوا يعملوه بنفس الطريقة اللي كان بيعمل بيها شوكو، بقوا يسخروا منه ويبعدوا عنه ويحسسوا انه لوحده. وفي مرة كانوا كاتبين شتايم على الترابيزة بتاعته. شوكو حاولت تمسحها بسرعة فهي عارفة كم الألم اللي الواحد ممكن يحسه بسبب التنمر، لكن إيشيدا ما فهمش ده واتخانق معاها لحد ما خلاص جابت آخرها. بتمر السنين والأطفال بيكبروا، لكن الغلط مش دايما بيكبر مع صاحبه، أوقات بيفضل واقف مكانه مستنيه يرجع. وده بالظبط اللي حصل مع إيشيدا. دلوقتي بقى في المرحلة الثانوية، لكن أول ما تشوفه هتحس إنك قدام حد تاني، لا في ضحكة ولا شقاوة ولا حتى رغبة إنه يكلم حد. بقى ماشي وراسه في الأرض طول الوقت. ساعتها بس بدأ يفهم ولو جزء صغير من الإحساس اللي كانت شوكو عايشاه كل يوم. لكن للأسف الفهم ده جه متأخر، لأن شوكو بعد كل اللي حصل نقلت من المدرسة من غير ما تقول أي حاجة. كل اللي سابته وراها هو وجع كبير هيفضل ملازمها طول الوقت، وواحد حياته كلها هتبدأ تتقلب من اليوم ده. إيشيدا ما بقاش نفس الشخص، اختفت ضحكته واختفى أصحابه، وبدل ما كان هو اللي بيضحك على الناس بقى هو اللي الناس كلها بتضحك عليه. وفي اللحظة دي إيشيدا بدأ يفهم إن الغلط مش دايما عقابه بيجي في نفس الوقت، أوقات بيستنى لحد ما يخسرك كل حاجة. ولو ركزت في الفيلم فكل شخص إيشيدا بيبصله تلاقي على وشه علامة إكس كبيرة. دي كانت طريقة الفيلم، وهو بيقول لك إن إيشيدا قفل على قلبه الباب خلاص. فهو شايف الناس لكن مش عايز يتعامل معاهم ولا حتى يسمعهم، لأنه من جواه كان شايف نفسه ما يستحقش أي حاجة. ومع مرور الوقت الإحساس ده فضل يكبر جواه لحد ما وصل لمرحلة صعبة جدا. إيشيدا في الآخر قرر ينهي حياته. فكان من المؤلم أن يعيش الإنسان بجسد بلا مأوى. إيشيدا كان مجهز لكل حاجة، باع كل حاجاته وحتى الفلوس سابها لوالدته وكأنه بيودع الدنيا كلها. إلا كان في شخص واحد هو اللي لاحظ إن في حاجة غلط، وهي أمه. في يوم كانوا قاعدين بياكلوا مع بعض بشكل طبيعي، بتضحك وتهزر معاه وكأنها مش حاسة بأي حاجة. إنما إيشيدا فكان بيحاول يمثل إن كل حاجة كويسة. وفجأة قالت له أنت ليه عايز تنتحر؟ إيشيدا ما خدش باله وقال لها إنه مش قادر يستحمل يعيش أكتر من كده. أمه أول ما شافت رد فعله ما عرفتش تمسك نفسها، قالت له كنت عارفة من الفلوس اللي جمعتها ومن الطريقة اللي رتبت بيها كل حاجة، أنت ليه عايز تسيبني يا إيشيدا؟ مسكت دفتر الفلوس وقالت له لو ناوي تسيبني يبقى الفلوس دي ملهاش لازمة. إيشيدا حاول يبرر، قال لها خلاص أنا هبطل تفكير في الموضوع ده، لكنها مش مصدقاه. قالت له وعدني. إيشيدا ما قدرش يستحمل، نزل على الأرض وقال لها أنا بوعدك. ومن غير ما تاخد بالها النار مسكت في الدفتر، حاولوا يطفوها بس خلاص الفلوس اتحرقت بالفعل. لكن اللي أمه كانت بتحاول تحرقه بجد هو قراره، لأنها ما قالتلوش ما تسيبنيش ولا قالت أنا بحبك. هي اكتفت إنها تحرق كل حاجة كان محضرها بعد موته، وكأنها بتقول له أنا مش عايزة فلوسك يا إيشيدا، أنا عايزاك أنت. وساعتها بس بدأ يتراجع عن فكرة إنه ينهي حياته، وقرر إن قبل ما يفكر في النهاية لازم الأول يواجه الماضي. كان في حاجة واحدة لسه ناقصاه وهي شوكو. فضل يفكر فيها وقال لنفسه قبل ما امشي لازم اصلح الغلطة دي، لكن المشكلة هو اصلا ما بيعرفش يكلمها. وساعتها قرر يعمل حاجة ما كانش حد يتوقعها، بدأ يتعلم لغة الإشارة. إيشيدا ما كانش رايح يعتذر وخلاص، لا هو تعب وتعلم لغة جديدة بس عشان يقدر يقول للبنت دي أنا آسف. لكن حياته في المدرسة كانت لسه زي ما هي، وعلامات إكس في كل مكان، لحد ما في يوم من الأيام شاف شاب بيتخانق مع واحد تاني، والولد ده اسمه ناجي، وكان واضح إنه بيتعرض للاستغلال من واحد عايز العجلة بتاعته. إيشيدا دخل من غير تفكير وحاول يساعده، وقرر يضحي بالعجلة بتاعته ويداها للواد. وفي اليوم اللي بعده إيشيدا افتكر إن خسر العجلة خلاص، لكن فجأة ناجي رجع له بيها، وده بعد ما كان شافها مركونة وكان مبسوط بشكل غريب، وقال له إن من النهارده هيعتبره أعز صاحب ليه. مشهد بسيط لكن معناه كبير جدا، لأن إيشيدا فضل مقتنع سنين طويلة إن محدش هيقبل يبقى صاحبه من جديد. وفجأة طلع إن في شخص فعلا شافه زي ما هو مش زي الماضي بتاعه. وفي اللحظة دي أول علامة إكس اتشالت وقعت من على وش ناجي. إيشيدا بدأ يفتح قلبه من جديد وبدأ يصدق إن يمكن العالم اداله فرصة تانية، لكن الماضي مش هيسيبك في حالك يا صاحبي. وبعد فترة راح لمركز لغة الإشارة وقلبه تقريبا كان هيطلع من مكانه. ففي سنين كتير عدت وهو مش عارف لو شافها هتبصله ازاي، لكن واللي محدش كان يتوقعه إنه شاف شوكو. أول ما لمحها وقف في مكانه، إنما هي أول ما شافته عرفته على طول رغم إن سنين كتير عدت. إيشيدا قرب منها وخرج الدفتر القديم ده، نفس الدفتر بتاعها اللي كانت بتتكلم بيه وهي صغيرة. الواد اللي خد الدفتر بتاعها ورماه هو نفس الشخص اللي أخده واحتفظ بيه، وتخيل إنه فضل محتفظ بيه طول السنين دي كلها. ودي لوحدها كانت كفاية تقول لك إن عمره ما نسي. وناولها الدفتر
وبلغة الإشارة اللي اتعلمها قال لها ممكن نبقى أصحاب. دي نفس الجملة اللي هي قالتها له وهم صغيرين، طلعت من نفس الشخص اللي رفضها وتنمر عليها، نفس الشخص اللي كرهها في نفسها. هتعرف قد ايه اللحظة دي كانت تقيلة عليه، انما شوكو فسامحته من غير تردد. يمكن دي كانت أول مرة إيشيدا يحس إنه رجع من جديد، رجع يصلح كل حاجة عملها. ومن بعد أول لقاء بينهم إيشيدا ما بقاش يروح يقابل شوكو عشان يعتذر وبس، بقت كل ما قابله بينهم تقربهم من بعض أكتر وأكتر. وكان واضح إن شوكو بدأت ترتاح في وجوده، لكن كان في حد لسه رافض الموضوع ده. دي كانت يوزورو أخت شوكو الصغيرة، وفي أول مرة شافها إيشيدا افتكر إنها ولد، لكن بعدها عرف إنها أختها. والبنت دي كانت بتحب شوكو بطريقة تخليها تعمل أي حاجة عشان تحميها، وهي كانت سمعت قد إيه إيشيدا كان أثر في حياة شوكو، وعشان كده كانت شايفة إن إيشيدا مهما اتغير فهو برضو نفس الشخص اللي كان سبب في وجع أختها. وفي يوم من الأيام إيشيدا وشوكو خرجوا يتمشوا عند النهر وقعدوا يرموا أكل للسمك. كانت لحظة هادية جدا، وشوكو لأول مرة من زمان كانت بتضحك من قلبها. وبعد شوية طلعت الدفتر القديم، الدفتر اللي كانت بتتكلم بيه وهي صغيرة، وبدأت تقلب في الصفحات بتاعته. لكن إيشيدا توتر بسرعة لأنه فاكر كويس إن الدفتر ده لسه شايل كلمات آسيا هو كان كتبها بإيده زمان، فحاول ياخده منها بسرعة، لكن وهو بيشده الدفتر وقع في النهر. ومن غير لحظة تفكير شوكو نزلت وراه عشان تجيبه، فالدفتر ده غالي عليها. بعدها على طول إيشيدا نزل وراها، وفي الآخر قدروا يطلعوا الدفتر من النهر. لكن أختها يوزورو استغلت اللي حصل وصورت إيشيدا وهو نازل في النهر، وما تعمدتش تظهر إن شوكو كانت معاه. وإلى إن نزول النهر ده مخالف للقوانين، إيشيدا توقف عن الدراسة لمدة أسبوع كامل. ولأول لحظة ممكن تفتكر إن يوزورو كانت آسيا، لكن الحقيقة هي كانت بتحاول تحمي أختها، وما كانتش مستعدة إنها تدي فرصة تانية لأكتر حد أذى أختها. وفي مرة وهو في بيته أخته قالت له إن في حد هنا، راح يشوف ويتفاجأ إن يوزورو هي اللي هناك. حاول يشوف لو كانت كويسة، قالت له إن حصل خلاف بينها وبين شوكو، وعشان كده أنا خرجت من البيت وما لقيتش حتى أقعد فيها غير المكان ده. بس هو أنت مش متضايق مني؟ قال لها ليه؟ قالت له إنها هي اللي صورته عند النهر. قال لها أنا متفهم ده، فأنا سبب معاناة شوكو في صغرها وعارف إنك بتحاول تحميها. بعدها دخلها بيته عشان يفطروا، والبت كانت منسجمة معاهم كلهم، والواضح كده إنها خلاص قبلت بيه. لكن في الليل بدأت تفتكر سبب خلافها مع أختها، وده بسبب الصور اللي نشرتها. فشوكو كانت شايفاه اتغير خلاص وما كانتش عايزاه يتأذى. بعدها خرجت عشان تروح، لكن إيشيدا راح وراها ووصلها للجسر وادالها المظلة بتاعته. لكن وقبل ما يودعوا بعض أمها كانت بتدور عليها وشافت إيشيدا. الواد لسه هيعتذر لكنها ضربته. يوزورو اتفاجئت وحاولت تشرح لها، لكن أمها خدتها من غير كلمة. وفي البيت شوكو كانت قلقانة عليها جدا، حاولت تقول لها أنا آسفة، وأمها جت وقالت لها تبعد عن إيشيدا خالص، بس يوزورو اعترضت، قالت لها إن دي حاجة تخصها لوحدها. وبعد كام يوم من دلوقتي شوكو طلبت من إيشيدا إنه يساعدها يدوروا على واحدة من زمايلهم القدامى، واللي اسمها سهرة، البنت الوحيدة اللي وقفت مع شوكو وهي صغيرة، وبسبب كده هي كمان اتعرضت للتنمر. وبعدها اضطرت تنقل من المدرسة. الفعل بيوافقوا وبيروحوا عشان يدوروا عليها، وبعد فترة من الوقت قدروا يلاقوها فعلا. أول ما شافت شوكو جريت عليها بسرعة ولا كأن السنين عدت. ومع مرور الأيام بدأت الشخصيات القديمة ترجع واحدة واحدة، كل واحد شايل جواه شعور مختلف، في اللي كان ندمان، وفي اللي سامح، وفي اللي لسه شايل نفس الكره ونفس الغيرة ونفس اللوم. وإيشيدا كان فاكر إن الأمور أخيرا بدأت تهدى، لكن الحقيقة دي كانت لسه البداية. كان واضح إن إيشيدا بدأ يرجع يعيش من جديد، بقى عنده صحاب وبقى يخرج ويضحك معاهم، والحاجات اللي كانت مستحيلة بالنسبة له بقت تحصل واحدة واحدة. وبدأ يحس إن يمكن أخيرا هيعرف يبدأ حياة جديدة بعيدا عن الماضي بتاعه. لكن وسط كل الضحك ده كان في حد قلبه بيتعلق بيه يوم بعد يوم، وهي شوكو. كل مرة كانت تشوفه بيحاول يصلح غلطة قديمة كانت بتحبه أكتر، كل مرة يسعدها أو بيحاول يفهمها كانت بتحس إن الولد اللي قدامها مش هو نفس الطفل اللي عرفته زمان. وفي يوم اتجمعوا عند النهر، وكان واضح إنها متوترة جدا، وكلامها أصلا كان صعب بسبب إنها صماء، لكنها حاولت بكل اللي تقدر عليه وقالت له أنا بحبك. لكن إيشيدا ما فهمهاش وافتكر إنها قالت له أنا بحب القمر، ورد عليها وقال لها القمر فعلا جميل. في اللحظة دي شوكو اتحرجت وجريت على البيت، ومن بعدها بدأت المجموعة كلها تقضي وقت أكتر مع بعض، وحتى راحوا لمدينة الملاهي. ولأول مرة كان شكلهم فعلا شلة صحاب، لكن الماضي كان لسه مستخبي بينهم، مستنى أول فرصة عشان يرجع. وينو كانت شايفة إن شوكو هي السبب، ودي نفس البنت اللي كانت مع إيشيدا زمان، والواضح إنها كانت بتحبه من صغرها. وده بعد ما حصل اللي حصل وإيشيدا سابهم كلهم. راحت لشوكو وقالت لها تركب معاها في الملاهي. يوزورو استغربت، لكنهم راحوا بالفعل وركبوا الملاهي. وأول ما بقوا لوحدهم أهون شتمتها، قالت لها لولا وجودك ما كناش أنا وإيشيدا اتفرقنا، ولا كان خسر صحابه، ولا كان بقى على الحال اللي هو فيها دلوقتي. لولا وجودك يا شوكو كنا كلنا زماننا مع بعض دلوقتي. انت فعلا ما تستحقيش تعيشي. كلام قاسي جدا. يوزورو كانت عامله
عامله حسابها لحاجه شبه دي، وكانت حاطه جهاز تسجيل وشافت كل حاجه، وإيشيدا شاف التسجيل مع يوزورو. بعدها قرروا يتقابلوا مره تانية، واول ما ده حصل بدات المشاكل تطلع واحده واحده، كل كلام قديم رجع من جديد وبدا الكلام يزيد لحد ما اتفتح موضوع التنمر، وساعتها كل واحد بدا يدور على حد عشان يشيل له الذنب. والبنت اللي شعرها اصفر فضلت تقول انها عمرها ما غلطت، وبالنسبه لاوينو فهي لسه شايفه ان شوكو هي السبب في كل ده، انما شوكو فكانت واقفه تسمع وساكته كالعاده. وبالنسبه لإيشيدا فما كانش بيدافع عن نفسه ولا حتى حاول يبرر، لانه من جواه كان مقتنع انه يستحق كل كلمه بتتقال. لكن اللي وجعه بجد انه اكتشف ان الناس اللي افتكرهم بقوا اصحابه لسه شايفينه بنفس الصوره القديمه، وان كل اللي كان بيحاول يصلحه انهار قدامه. المجموعه بدات تتفرق وكل واحد رجع لطريقه، انما شوكو فكانت بتراقب كل ده وشايفه ان إيشيدا بيرجع يبعد عن الناس من تاني. وفي اللحظه دي بدات تلوم نفسها، كانت مقتنعه انها السبب في اللي حصل زمان والسبب في اللي بيحصل دلوقتي، ولولا وجودها ما كانش هيحصل كل ده. اصعب حاجه ممكن يوصلها الانسان انه يصدق ان وجوده بقى حمل على الناس اللي بيحبهم. في اللحظه دي شوكو ما كانتش بتفكر في نفسها، كانت فاكره ان العالم كله هيبقى احسن لو هي اختفت منه. ومع كل يوم الاحساس ده كان بيكبر لحد ما جه يوم المهرجان، ويصادف انه يوم عيد ميلاد والدة شوكو. المدينه كلها كانت مليانه نور والناس كلها طالعه تفرح، اما شوكو فكانت مجهزه نفسها لحاجه تانية خالص. إيشيدا كان فاكر ان والدة شوكو مستحيل تسامحه، وبصراحه كان عندها كل الحق، هي ما شافتش الشاب اللي قدامها، هي كانت كل مره تشوفه تفتكر بنتها وهي راجعه من المدرسه مكسوره. عشان كده لما يوزورو شوكو قالوا له يجي البيت عندهم، وده عشان يساعدهم في تجهيز عيد ميلاد والدتهم. إيشيدا تردد وكان خايف وجوده يبوظ اليوم كله، لكن في الاخر عرفوا يقنعوه وقرر يروح معاهم. ولما وصل كان التوتر مالي المكان، والدة شوكو اول ما شافته وشها اتغير وكان واضح انها لسه ما سامحتهوش، وللحظه افتكر انه هيطرد من البيت. لكن المره دي يوزورو وشوكو وقفوا معاه وحاولوا يقنعوا والدتهم ان إيشيدا ما بقاش نفس الشخص، ويمكن دي ولاول مره كان واضح ان الحواجز اللي بينهم بدات تضعف واحده واحده، وان والدتهم اديته فرصه تانية. بعدها قرروا يحتفلوا بالمهرجان اللي الكل كان مستنيه. الشوارع كلها كانت منوره والالعاب الناريه ماليه السما والناس كلها خارجه تفرح، انما المجموعه بتاعتنا فكانت بتلف مع بعض وكأن الدنيا اخيرا فتحت لهم الطريق من جديد. لكن وسط الضحك ده كله شوكو كانت سرحانه، نظرتها ما كانت شبه اي يوم فات، وكان واضح ان في حاجه جواها. وفجاه استأذنت من إيشيدا وقالت له انها ترجع البيت عشان تجيب حاجه. بعدها يوزورو وامها رجعوا وسالوه هي فين شوكو، قال لهم انها رجعت البيت. وفي الوقت ده يوزورو افتكرت انها نسيت الكاميرا، بصت لإيشيدا وقالت له ممكن تروح تجيبها لي، وبالفعل وافق وساب المهرجان وراح ناحيه بيت شوكو. كان فاكر انه رايح يجيب كاميرا وبس، لكن ما كانش يعرف ان الخطوات دي هتغير حياه كل اللي حواليه. الواد دخل الشقه وكان المكان هادي بشكل غريب، لكن فجاه وقعت عينه على البلكونه وشاف شوكو واقفه فوق السور. الواد قلبه وقف مش مصدق عينيه، كل الذكريات كل حاجه حاول يصلحها عدت قدامه في ثانيه واحده، وكل الندم وكل الوعود وكل اللي حاول يعمله كان هيضيع في لحظه واحده. صرخ بأعلى صوته وجري ناحيتها، لكنه كان متاخر جدا. شوكو كانت اخذت قرارها بالفعل ورمت نفسها. في اللحظه دي إيشيدا مد ايده بسرعه ولحق يمسكها في اخر ثانيه، فضل متعلق بايده وحاول يرفعها مهما كانت ايده بتوجعه. كل اللي كان بيدور في دماغه انه مش هيسيبها. شوكو اخيرا قررت ترجع عن قرارها وبكل قوته قدر يرفعها، لكن وقبل ما حد فيهم يستوعب اي حاجه إيشيدا فقد توازنه وفي ثانيه وقع. البت مش مستوعبه الفرحه اللي كانت ماليه المهرجان اتحولت لكابوس. بعدها نقلوا إيشيدا للمستشفى والكل دخل في حاله صدمه. والدة شوكو نزلت على رجليها عشان تعتذر لوالدة إيشيدا، حتى يوزورو عملت زيها، فمن غيره شوكو كانت هتنتحر. ومن ناحيه تانية فأوينو خلاص جابت اخرها. انت سبب كل حاجه يا شوكو، وجودك مشاكلك كل حاجه فيك هي سبب المشاكل دي كلها. انت هتموتي امتى قوليلي؟ انت هتختفي عن حياتنا. انما شوكو من اللحظه دي انهارت تماما. وبعد فتره إيشيدا بتخرج، شوكو ما استحملتش قالت لها انا اسفه، فهي كانت كل شويه تفتكر ان إيشيدا وقع بسببها. بعد اسبوع من الحادثه شوكو شافت إيشيدا بيسيبها وبيتضح انها كانت بتحلم. بتقوم بسرعه بتجري عشان هي مش عايزه تخسره، هي خايفه ان الحلم ده يبقى نبوءه للي هيحصل. قالت له ما تسيبنيش يا إيشيدا، فانت كل حاجه بالنسبه لي، عشان خاطري ما تسيبنيش وتروح. وصلت للجسر اللي بتقابله فيها على طول. شوكو ما استحملتش، مش قادره تستنى اكتر من كده، بتبدا تعيط بتقول له رجع لي يا إيشيدا. وفي الوقت ده إيشيدا بيفوق. ايوه هو حس بيها، شال كل الاجهزه اللي عليه، ساب المستشفى وخرج بسرعه بيجري وهو بينده على اسمها. واخيرا وصل للجسر لكنه مش قادر، كان هيقع بس مسك نفسه. شوكو شافته مش مصدقه انه واقف قدامه. البت قربت منه ولمسته، رجعت بسرعه. ده هو فعلا
ايشيدا قال لها انا عايزك تحب نفسك يا شوكو، ويعتذر لها على كل مرة اذاها فيها. فانا عارف ان وجودي في حياتك سبب لك اذى كبير، انا محتاجك تسامحيني. شوكو ما استحملتش، بتقول له لا ما تلومش نفسك، فانا هي الغلطانة، انا اسفة يا ايشيدا. الواد هون عليها وحكى لها انه حلم بيها، وهو ده السبب اللي خلاه يصحى. ومن بعد اللي حصل ايشيدا ادرك حاجة مهمة، ان مفيش حاجة تستحق الانتحار. كمل وقال لها انا عايزك يا شوكو، عايزك تفضلي جنبي. وبسرعة ايشيدا استوعب اللي قاله واتحرج، والبت ضحكت عليه لكنها وافقت، فهي بالفعل كانت بتحبه من زمان. بعد فترة من الوقت ده كان في البيت بتاعه وشاف اوين وبتراقبه، والدته حكت له انها كانت بتعتني بيه طول فترة علاجه، فراح لها عشان يشكرها. وهي بدورها حكت له ان من بعد ما وقع في النهر شيمادا وصاحبه هم اللي انقذوك، وهم دول نفس الاتنين اللي كانوا صحابه في الماضي، ونفس الاتنين اللي اتنمروا عليه من بعد اللي حصل. ايشيدا اخيرا استوعب انه مش الوحيد اللي اتغير. وقتها بس علامة اكس اتشالت من اوينو. وبعدها في المدرسة قابل ناجي، الواد مش مصدق انه بقى كويس، حضنه وقال له اياك تفكر انك تسيبني مرة تانية، فانا ماليش صاحب غيرك يا ايشيدا. ومن بعد اللحظة دي عادت كل العلاقات من جديد، صحاب ايشيدا وكل الناس. ولأول مرة من سنين علامات اكس بدأت تقع واحدة ورا التانية، بدأ يشوف الناس ويسمع اصواتهم ويحس ان رجع يعيش من جديد. وفي اللحظة دي ما قدرش يمسك دموعه، ايشيدا اخيرا سامح نفسه.